هو الرئيس الاسبق دوايت ايزنهاور سماه الميلتري اندستريال كومبلكس. الصناعات الامريكيه في مجال السلاح والصناعات الكبرى. وهذا ممكن نسميه بين قوسين لوبي بالطريقه دي الرسميه. طبعا احنا في مجال حديثنا النهارده اللوبي اللي هو الشخص او الشركه او مكتب المحاماه اللي مسجل لدى الاداره الامريكيه او لدى الحكومه الامريكيه ان هو لوبي يستطيع مقابل اجر مادي معلن ان هو يقدم خدمات لحكومات اجنبيه. ده نظام معترف به في الولايات المتحده. ومصر في الثمانينات كما يتذكر استاذي الدكتور سيد امين شلبي لجأ الى الاعتماد على مكتبي الاساسي. ادي الميلتري اندستريال كومبلكس. تاني لوبي الايرون لوبي، صناعه النفط في الولايات المتحده. والسياسه الامريكيه في الشرق الاوسط بتخضع منذ ان ورثت الولايات المتحده الامريكيه الامبراطوريه البريطانيه في الشرق الاوسط. السياسه الامريكيه بتخضع لثلاث تاثيرات رئيسيه: الامن الاسرائيلي، الاويل لوبي، والميلتري اندستريال كومبلكس لوبي. المكون الاخر اللي هو ممكن نسميه السكيورتي استابلشمنت، اللي هي اجهزه الاستخبارات واجهزه الامن الامريكي اللي هم النهارده بلغوا 16 جهاز. دولت لهم دور كبير جدا 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 في صنع القرار الخارجي. بعد كده اضيف السيليكون فالي اللي هي اللوبي مايكروسوفت، جوجل، فيسبوك، تويتر، ياهو. كل هذا حضراتكم بتستخدموا كل هذا في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا حضراتكم عارفين ان اللي اخترع الانترنت دوت كان البنتاجون، وزاره الدفاع الامريكيه. كل هذا هي عشان كده حطيت السيليكون فالي. السيليكون فالي هنا دوت بيشير الى تاثير الشركات التكنولوجيه الكبرى ليس فقط داخل الولايات المتحده الامريكيه وانما على مستوى العالم على عمليه التاثير على القرار الامريكي. واللي اخطر من هذا التاثير على الراي العام العالمي. الراي العام العالمي. بعد كده احب اشير الى مكونات اخرى بتخش في عمليه التاثير. وسائل الاعلام الامريكيه وخصوصا كبريات الصحف الامريكيه، نيويورك تايمز، الواشنطن بوست، الول ستريت جورنال، الشيكاغو تريبيون، اللوس انجلوس تايمز، بلومبرج، وكذلك اللي بنسميه بيسمى في امريكا الميجر نتورك اللي هي اي بي سي، سي بي سي، ان بي سي. على سبيل المثال حضرتك طبعا تتذكر الدكتور سيد هذه الوقعه عشان اوري لحضراتكم تاثير الدعام ازاي في امريكا في هذا النظام المعقد سياسيا، ازاي يتم التنسيق بين صانع القرار وبين وسائل الاعلام لاحداث تاثير في الخارج. بعد ان تولى الرئيس الاسبق مبارك الحكم هنا في 81 سنه 82 فجاه الصبح في هناك في امريكا حاجه اسمها سندكيتد كولمنست، يعني كاتب مقالته تنزل في الواشنطن بوست وتنشر في نفس الوقت في مثلا 30 صحيفه في انحاء الولايات المتحده الامريكيه بيسموه في امريكا سندكيتد كولمنست ولهم تاثير. وفي نفس الوقت بيطلع على النتورك على كان نيكلسون دوت كان طالع بيكتب المقاله بتاعته في الواشنطن بوست
وعنده برنامج اسبوعي في البي بي سي. فيوم الصبح فجأة كده توك شوز في أمريكا من 7 صباحا من 10 صباحا أو 9 صباحا، وفي منتهى التأثير على القرار الأمريكي. بصينا لقينا هذا الشخص فجأة يكيل الاتهامات يمينا ويسارا لأنه سيد مش أشهر كثير. لكن كان الغرض إيه من هذا؟ الغرض إيه من هذا؟ اتصال بين أكبر مؤسسات في جهاز في السلطة التنفيذية وبين وسيلة إعلام عن طريق شخص معين معلق مشهور جدا له تأثيره على الرأي العام. كان الهدف منه إيه؟ كان الهدف منه بحث إشارة إلى القيادة السياسية الجديدة في مصر، إن إحنا في أي لحظة ممكن نبين لكم الوجه الآخر للولايات المتحدة. أختم حديثي عشان طبعا قبل ما أختم أحب بس أقول العامل الديني في أمريكا عامل مهم لا نتحدث عنه كثيرا في مصر. الأمريكاني المواطن الأمريكي مواطن متدين للغاية. وأتذكر أنا كنت أنزل أعمل الجوجينج بتاعي يوم الأحد الصبح في واشنطن، كنت بمر على حاجة اسمها واشنطن كاثيدرال. صف السيارات اللي واقف اللي راكب عشان يعملوا القداس بتاع يوم الأحد صباحا لا يقل عن موقف سيارات أمام أي مسجد في مصر، سواء صلاة التراويح في رمضان أو صلاة الجمعة. فالعامل الديني عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى القرار الأمريكي في مجال السياسة الخارجية يجب أن نضع هذا في الاعتبار. هختم حديثي بطرح سؤال على حضراتكم أنا لن أجيب عليه، لكن هطلب لحضراتكم من كل الباحثين والدارسين في مصر إن هم ريفلكت، وهو كيفية صنع الرئيس الأمريكي المقبل في النظام السياسي الأمريكي. وهضرب لحضراتكم 4 أمثلة. وبعد إذن الدكتور سيد هنهي مداخلتي. نيكسون كارتر، طبعا بين نيكسون وكارتر كان في جيرالد فورد، بس جيرالد فورد كان بديل، لكن أنا بقول نيكسون كارتر. كارتر ريجن، بوش الأب كلينتون، بوش الابن أوباما.